بس النبي يونس كتير اتضايق انه ربنا عفى عن نينوى، وغضب من رحمة الله على شعب بنظره ما منه نوى. قام نادى ربه وقال: يا رب، من وقت ما كنت ببلادي كنت عارف انك بالرحمة على هالشعب رح تنادي، وقررت ما اجي وخبرهن انك رح تدمرهن، بالعكس عفيتن من المصيبة يا حليم لأنك رحمن رحيم. وهلأ دخيلك يا رب، أنا منهار، خدني لعندك أهون علي ما أشوف هالنهار. رد عليه سبحانه وقال: انت بأي حق عم بتناقشني وزعلان، ومشيئتي مش قبلان. قام ظهر النبي يونس من نينوى وراح على شرقها، وعمل خيمة تترد عنه الشمس، وقعد تحتها. صار يراقب شو راح يصير للمدينة، وبقدرة ربنا نبتت لقطيني وكبرت وراقة وعملت في. ويونس انبسط كتير فيها، مش شوي. بس تاني يوم الفجر أمر سبحانه دودي تنجر النبتي نجر، يبسط اللقطيني بليل وضحاها. ولما طلعت الشمس بسماها أمر سبحانه ريح شرقية ضربت له راسه بحمة قوية. ساعتها اتمنى الموت وقال: يا ريتني أنا يلي متت مش هي. وهون رد علي ربنا وقال له: انت زعلت على نبتي صغيري، ما زرعتها ولا تعبت عليها ولا دقيقة. جاوب يونس وقال: ايه، من حقي ازعل بالحقيقة. رجع رد سبحانه وقال: هالنبتي طلعت بليلي وماتت تاني ليلي وانت عليها شفقان؟ طيب ومش زعلان على مدينة فيها أكثر من 120,000 إنسان ما عدا الدواب؟ شعب مش عارف الخطأ من الصواب؟ مش أولى أني أعطيه فرصة وبالرحمة انهي هالقصة؟